اختار استخدام المحفظة الشخصية. ليه منستخدمش محفظة شخصية؟ مش كل تحويل بسيط آمن. المحفظة الشخصية للاستخدام الشخصي فقط. اتعود إنك ما تستخدمش حاجة شخصية في الشغل. هتشوف معايا رصيد كام في المحفظة علشان التحويلات اللي هتعملها العملاء. تمام يا باشا، بعتلي بس على رقمي هنا. أول ما يوصل التأكيد أنا هسلمك الأوردر. إزاي يعني الرقم غلط؟ طب حضرتك حاول تكلمه. طيب أنا هشوف هعمل إيه. الحقني يا ماهر، في عميل حول لرقم غلط وكل ما اتصل بالرقم مش عايز يرجع التحويل، وأنا سلمت الأوردر ومعايا عجز في الإيداع. قلتلك قبل كده يا فارس، ممنوع التحصيل على محفظة شخصية. انت كده خرجت نفسك من حماية الشركة. يعني أعمل إيه؟ أنا كنت فاكر طالما العميل موافق خلاص. اللي حصل ده حصل مع ناس قبل كده، وده السبب إننا بنستخدم فلاش. خليني أقولك إيه اللي ممكن يحصل لما تمشي عكس القواعد. محفظة شخصية يعني مسؤولية قانونية عليك أنت لو حصلت شبهة غسيل أموال أو مخالفة. تاني حاجة، كل تحويل بيكلف، يعني حمل زيادة عليك أو على العميل، وفي الحالتين خسارة. وفي مشكلة تانية، لو العميل مثلا حول بالغلط لرقم تاني، محدش هيرجع لك حقك. وفي وقت المحفظة ممكن تتقفل لأي سبب، وساعتها فلوسك وفلوس العميل محجوزين. مش بس كده، أوقات التحويلات ممكن يكون فيها غلط في المبلغ، وهنا تبدأ مشاكل ملهاش آخر. قالي بالك رقمك ممكن يتحط تحت المراقبة لو اتكرر استخدامه في تحويلات مريبة، وفي الحالة دي الشركة مش هتقدر تحميك لأنك خالفت التعليمات. بالإضافة إن لو العميل طالب إثبات، مش معاك غير سكرين شوت على موبايلك، مش كفاية؟ ليه إحنا عندنا وسيلة تحصيل رسمية وآمنة اسمها فلاش، مربوطة بالشركة، فيها سجل رسمي وما فيهاش خطر لا ليك ولا للعميل. لو مش عارف تستخدمها، شوف الفيديو على قناة التدريب خطوة بخطوة. اوعى ترتكب نفس الغلطة، لأن أبسط تحويل ممكن يكون أغلى من ثمنه. كان معكم محمد زيادة، كوتش النجوم. شكرا لدعمكم مع نجوم بوسطة. احنا دائما في السماء.